عارفين ريحة الكيك اللي بتملى البيت دفا في عز الشتا وتخلي الجيران يسألوا ايه الريحة الحلوة دي؟ النهاردة هنعمل كيكة الشاي اليومية، الكيكة اللي مفيش بيت مصري بيستغنى عنها، ولا تورتة معقدة ولا مكونات غالية. هي شوية دقيق وشوية سكر وبيض، وهتطلعي أحلى كيك هشة ومرتفعة تظبط معاكي المزاج مع كوباية شاي بلبن الصبح. بس ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس وتكتبوا لنا تعليق جميل كده زيكم. يلا بينا نعمل أحلى كيكة يومية ونشوف الطريقة اللي هتعتمدوها طول العمر. يلا بينا مع بعض. معانا بولة ناشفة، وتكون ناشفة ضروري يا جماعة. هنزل دلوقتي بثلاث بيضات درجة حرارة المطبخ، يعني تكوني خارجاها من التلاجة قبلها على الأقل بساعة. هننزل بيهم كده، وهنزل عليهم ببقوين فانيليا. أي نوع بتحبيه تقدري تحطي سايلة، مفيش مشكلة خالص. معانا رشة ملح حوالي ربع معلقة كده، ونبتدي نضرب كويس جدا لحد ما المكونات تتضرب معانا كويس واللون يفتح معانا ويصبح كريمي كده. شايفين شكله عامل ازاي كل ما هتضربي؟ وخطوة مهمة جدا، اما تحطي رشة الملح مع البيض والفانيليا بتفرق جدا جدا في نتيجة الكيك. اضربي بقى بالطريقة دي، هتاخد منك حوالي 3 4 دقايق. يلا بينا دلوقتي هننزل بكوبايه وربع سكر، وتقدري تقللي الكميه او تسوديها زي ما انت عاوزه. يلا بينا نضرب كويس لحد ما تصبح معانا كريميه خالص جدا. تقدري تعملي الخطوه دي في الخلاط، وتقدري تعمليها بالمضرب الكهربائي، وتقدري تعمليها زي ما انا بعمل كده بالمضرب اليدوي. بس هتاخد معاكي وقت شويه، بالخلاط هتسهل عليكي اسرع. بس انا حبيت اوريكم الخطوات بالطريقه دي، سهله جدا وخطيره يا جماعه. بعد ما ضربناها كده ولونها ابتدى يفتح معانا، شايفين يا جماعه كل ما تضربي يفتح معانا ازاي؟ حاجه جميله وروعه في منتهى الجمال. شايفين لونها يا جماعه فتح معانا خالص ازاي؟ والسكر داب معانا خالص واصبحت كريم ازاي. يلا بينا دلوقتي معانا كوبايه الا ربع زيت، بس تكون نوعيه كويسه يا جماعه، افضل عشان نديكي نتيجه وطعمه في منتهى الجمال. قلبي بقى واضربي برده على خفيف كده بالطريقه دي. شايفين يا جماعه خطوه خطوه كده، وانزلي بالمكونات والترتيب زي ما عملناه هيديكي نتيجه في منتهى الجمال. معانا دلوقتي كوبايه لبن مغليه، وما تخافيش من الغليان بتاعها، هيديكي نتيجه هشه وفي منتهى الجمال. انزلي واحده واحده كده، وما تخافيش ان اللبن وهو مغلي يسوي البيض، مفيش اي مشكله خالص. يلا بينا كده اضربي على خفيف كده وقلبي كل المكونات. شايفين يا جماعه عامله ازاي خطيره؟ بعد ما ضربنا كل المكونات كده مع بعض هنركنها على جنب. يلا بينا دلوقتي معانا المواد الجافه. معايا كوبايتين ونص دقيق نخلاهم، هنزل عليهم بمعلقتين نشا، هيدينا كده هشاشه وطراوه في منتهى الجمال. هنزل بنص معلقه صغيره بيكربونات الصوديوم، وهبتدي اقلب كل المكونات دي مع بعض. ولازم تكوني نخلاه، ودي خطوه مهمه يا جماعه. يلا بينا دلوقتي هنجيب بقى المواد الجافه، هننزل على المواد السايله كده، ونبتدي واحده واحده كده ننخل كل المكونات تاني. ان شاء الله تنخليه 3 مرات، مفيش اي مشكله خالص. دي خطوه مهمه هتديكي هشاشه وهتديكي نتيجه في منتهى الجمال. انخلي كده الدقيق مع الكربونات ومع النشا. شايفين يا جماعه عامل ازاي؟ قلبي بقى كده بالراحة، هيديكي نتيجة في منتهى الجمال. ما تطلعيش الهواء منها، واحدة واحدة كده تقلبي. هنزل بقى دلوقتي بمعلقة خل، ودي مهمة جدا، هتديكي كده ايه هشاشة وحاجة في منتهى الجمال. قلبي كده لحد ما يختفي الدقيق خالص. شايفين يا جماعة كل ما هتقلبي هيختفي الدقيق معانا، عشان ما يبقاش فيه أي تكتلات من الدقيق في قلب الكيك. فقلبيها كده بالراحة، بس وانتي بتقلبي خلي بالك ما تطلعيش الهواء. شايفين يا جماعة شكلها بقى عامل ازاي؟ روعة وفي منتهى الجمال. وحاولي كده وانت بتقلبي تقلبي في اتجاه واحد بالطريقة دي. يلا بينا دلوقتي مع بعض بعد ما قلبناها كده هتعملي كيكة خطيرة لولادك وهما بيتفرجوا على الماتش كده بالليل وسهرانين، تقدمها لهم كده مع كوباية شاي او كوباية قهوة، حاجة جميلة في منتهى الجمال. معانا دلوقتي معلقة كبيرة بيكنج باودر، وانزلي بيها في الاخر ما تخافيش، دي خطوة مهمة جدا. هننزل عليهم دلوقتي بنص ليمونة كده، وهوريكم الفوران اللي بيحصل. شايفين يا جماعة؟ سيبي الفوران دوت ثواني، وابدأي واحدة واحدة كده هو تدخليه في قلب الكيك، هتطلع النتيجة في منتهى الروعة. اعتمديها في أي كيكة بتعمليها ومش هتندمي ولا مرة هتعملي كيكة وتطلع معاكي مكتومة. بالطريقة دي هتطلع معاكي كده منفوخة وجميلة وخطيرة وفي منتهى الجمال. شايفين يا جماعة قوام الكيكة عامل ازاي؟ خطير وناعم كده. يلا بينا دلوقتي معانا صينيه مبطلينها، ادهنيها زيت ادهنيها سمنه زي ما انت عاوزه، ورشه دقيق كده ونفضيها. ويلا بينا دلوقتي مع بعض هننزل باحلى خليط كيك ناعم وخطير وفي منتهى الروعه. انزلي كده واحده واحده وارفعي ايديكي كده عشان الهواء يخش فيها كلها. يلا بينا دلوقتي بعد ما نزلنا بخليط الكيك، معاكي دلوقتي خله او عصايه شيش طاووق، وتبداي تعملي كده ايه خطوط بالطريقه دي، بتفردي كده خليط الكيك. شايفين يا جماعه بالطريقه دي كده عملنا احلى كيك. طبعا دلوقتي احنا مولعين الفرن اول ما ابتدينا في الكيك،
ودي خطوة مهمة جدًا يا جماعة، على درجة حرارة 180 في الرف الأوسط هيقعد معانا من 35 ل40 دقيقة، وبعدين ممكن تشغّلي الشواية كده دقيقتين تاخد معاكِ لون، وبعد كده نشوف أحلى كيكة. ودي الكيكة الخطيرة بعد ما طلعناها من الفرن، والله يا جماعة ريحتها كانت جايبة لآخر الشارع، هشة وخطيرة وناعمة وطعمها في منتهى الروعة، جربوها ومش هتندموا. شايفين يا جماعة عاملة إزاي؟ يالّا بينا نقطّعها مع بعض وهاوريكم دلوقتي الهشاشة والطراوة حاجة كده بتدوب في البُق، خطيرة وفي منتهى الجمال. شايفين يا جماعة ولا بتفرول معانا وخطيرة، جربوها يا جماعة. شايفين القطعة قد إيه؟ ما شاء الله عاملة إزاي؟ وهشة وفاتحة وجميلة عشان المكونات اللي إحنا عاملينها مضبوطة جدًا. شوفوا السِوَى من تحت عامل إزاي، واخدة لون وخطيرة. شايفين الطراوة والهشاشة؟ حاجة جميلة وفي منتهى الجمال. وبكده نكون خلّصنا أسهل وألذ كيكة يومية ممكن تعملوها. يا رب تكون الوصفة عجبتكم وتكون خفيفة على قلوبكم زي ما هي خفيفة وهشة في الطعم. هاستنى رأيكم في الكومنتات، وأي حد عنده سؤال بخصوص المقادير يكتب لي وهارُد عليه فورًا. بس ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس وتكتبوا لنا تعليق جميل كده زيكم. دمتم دايمًا في أحسن حال، واستنوني الفيديو الجاي بوصفة حلوة جديدة وبالهنا والشفا على قلوبكم. سلام عليكم.